ده فيجي البطل بتاع فيلمنا، اما دي فبتكون حبيبته. والاحداث بتبدا وواحده ماشيه في جراج لمول تجاري، وفي واحد كان هيخبطها بالعربيه، وبعدها بينزل وبيكون مقنع وبيروح يخطفها وبيسيطر عليها وبيحطها في الشنطه بعد ما فقدت الوعي. ومن ناحيه تانية فيجي بيصحى من النوم وبنعرف انه ضابط شرطه، وامه دايما بتوصيه على انه يساعد الناس ويحميهم. ولما بيجي الليل بنلاقي واحده اسمها سميكتا بتجري في الشارع، وفي ناس عايزين يمسكوها وللاسف بيسيطروا عليها وبيحاولوا يتحرشوا بيها، لكن فيجي بيوصل للمكان بالصدفه وبيفضل يضرب فيهم، وكل هدفه يحميها من ايديهم باي طريقه وينقذ حياتها. وبيعرف ان زعيمهم من منطقه فيزاج، فبيمسكه وبيفضل يضربه بالقلم على وشه. وسميكتا بتشكره وبتطلب منه يوديها لحبيبها، وهو بيكون موافق. ولما بيوصلوا لمحطه الاتوبيس للاسف الدنيا بتمطر عليهم وحبيبها ملهوش وجود في المكان، وفيجي بيسالها ازاي تهربي من بيت اهلك، فبتقول له كل حاجه في سبيل الحب ممكن تحصل. وبتساله انت حبيت قبل كده، فبيبدا ياخدنا للماضي وبيحكي لها انه كان موجود مع امه في المول وبيشتري ليها ساري علشان تلبسه. ولما بيروح يحاسب عليه بيكتشف ان محفظته ضاعت، وساعتها بيجيله تليفون من واحده وبتبلغه انها لقت المحفظه وبيقول لها على مكانه. ووقتها بتظهر قدامنا بنت جميله جدا، وهو بيشوفها وبيكون معجب بيها وشكلها دخلت دماغه. وبعدها بتديها له في ايديه وبتقرر تسيب المكان وتمشي. وامه بتشوفها هي كمان وبتتمنى ابنها يتجوز واحده زيها، وبتقول له يروح يتعرف عليها. واول ما بيخرج وراها للاسف بتكون اختفت، وبيتصل بيها وبيطلع انها استخدمت تليفون الامن. وبعدها بيروح القسم وبيفضل يبص في المحفظه اللي هي مسكتها بايديها. ولما بيجي الليل واحد بيقدم بلاغ في القسم ان بنته اتخطفت من محطه الاتوبيس، وفيجي بيكتب المحضر بسرعه وبيديهوله علشان يمضيه. وبيروح يراجع كاميرات المحطه كلها لحد ما بيلاقوها موجوده قدامهم، وفي عربيه بتخطفها بسرعه وبتسيب المكان. وفيجي بيفضل يفكر ازاي هيقدر يوصل لها، وبيشوف اللي خطفها كان بيتكلم في التليفون، فبيتصل بشركه الاتصالات وبيحدد لهم الوقت والمكان، وبيجيبوا له الرقم بكل سهوله، وبيعرفوا الموقع بتاعه على الخريطه. وهم بيكونوا خاطفينها في العربيه، وده بيكون زعيمهم اجي، وبيفضلوا يجروا بيها بسرعه لحد ما بيدخلوا البيت. واول ما اجي بيولع النور بيتفاجئ ان فيجي هو اللي شايلها، وبنعرف انه وصل للمكان وقدر يتخلص منهم واحد واحد من غير ما حد ياخد باله. وبعدها بيضرب اجي وبيخليه يندم على كل حاجه عملها، وبالشكل ده بينتقم منه وبيرجع البنت لابوها بعد ما انقذ حياتها. وتاني يوم بيكون في الشارع وبيشوف البنت اللي عجبته موجوده قدامه، ولما بتمشي مع صاحبتها هو بيكون وراها وبيراقب فيها. وبعدها بيلاقيها بتقف قدام كافيه وبيدخل علشانها وبيفضل يدور عليها لحد ما بيشوفها وبيعرف انها شغاله في المكان، وبتخليه يقعد على الترابيزه وبتاخد الاوردر بتاعه وبتروح تطلبه. وبتقول لصاحبتها فيشنا ان ده الظابط بتاع المحفظه، وهو بيفضل يبص لها وكالعاده سرحان في جمالها. ومع الايام بيقرب منها جدا وبيخرجوا في كل مكان، وبياخد امه وبيعرفها عليها وبيعمل لها عيد ميلادها في بيته وبيعتبروها واحده من العيله. وتاني يوم بيوصل للكافيه وبيقعد على الترابيزه وبيتمرن ازاي يقول لها بحبك، لكن بيعرف من صاحبتها انها سابت الشغل علشان هتتجوز، وده بيخليه في حاله صدمه ومتضايق وبيسيب المكان وبيمشي. وساعتها بنرجع للوقت الحاضر وبيخلص حكايته، وسميكتا بتلاقي تليفون حبيبها مقفول، فبيضطر ياخدها معاه للبيت بتاعه وبيوريها الاوضه اللي هتنام فيها. ولما بيطلع الصبح بيكونوا واقفين مع بعض وبيتفقوا يروحوا البيت حبيبها. واول ما بيوصلوا هناك ما بيكونش موجود، وبيعرفوا انه ساب لسميكتا جواب، وساعتها بتقراه وبتكتشف انه اتخلى عنها علشان يتجوز واحده تانية. وفيجي بياخد منها الجواب وبيقراه، وبعدها بيركبوا الموتوسيكل وبيوصلها لمحطه الاتوبيس علشان ترجع لاهلها، وبيحاول يهون عليها لانها زعلانه. ووقتها بيشوف امه بالصدفه قدامه، ولما بتعدي الطريق بتخبطها عربيه وبتقع على الارض وبتتصاب، وبياخدوها للمستشفى بسرعه علشان تتعالج. والدكتور بيقول له لازم تعمل عمليه بسرعه وهتكلف $500,000، وهو بيتصدم لان المبلغ كبير جدا، وبيفضل يترجاه علشان يساعده. وسميكتا بتعرفه انها هتدفع له كل مصاريف العمليه، وفيجي بيروح يتكلم معاها وبيسالها ازاي هتجيب الفلوس، فبتقول له انها من عيله غنيه جدا، وعمها بيكون رجل الاعمال مهندرا، وليها نص الممتلكات بعد ما ابوها وامها ماتوا، وده بيكون فيكرام ابن عمها. وبتقول له لازم تمثل انك خطفتني وتطلب $500,000 علشان امك تعمل العمليه، وهو بيوافق وبيكلم عمها في التليفون وبيطلب منه الفلوس لو عايز سميكتا ترجع له من تاني، وبيحدد الاستلام في المول. وفيكرام بيسمع كل حاجه بتتقال وبيقرر يروح المول علشان يسلم $500,000. وفيجي بيكون هناك وبيكلمه في التليفون وبيخليه يدخل الحمام وينقل الفلوس لشنطه تانية. ولما بيخرج بنلاقي الشرطه مراقباه وهو بيكون معرفهم كل حاجه، وبعدها بيدخلوا محل وبيأمروا يبدل تليفونه بواحد تاني هو سايبهوله، وبيجبره يركب
بيركب الاسانسير ويهرب من الشرطة، وساعتها بيطلع بره المول وبيحط الشنطة في العربية وفيجي بيمشي على طول. ووقتها بيرجع المستشفى بسرعة والدكاترة بيعملوا العملية لأمه، وبعدها بيبلغوا انها نجحت وهو بيشكر سامكتا علشان ساعدته. ولما بيجي الليل بيكونوا في العربية وهم الاتنين بيودعوا بعض علشان هيتفرقوا، وبيكلم عمها وبيقول له سامكتا في محطة الأتوبيس، وبعدها بيقرر يسيبها ويمشي وهي بتكون متأثرة جدا. لكن في الطريق العربية بتعطل منه وبينزل يشوف ايه اللي فيها، فبيسمع صوت غريب وبيلاقي عربية تانية عملت حادثة والسواق سايح في دمه، والإسعاف بتوصل للمكان بسرعة وبياخدوه علشان يتعالج في المستشفى. وتاني يوم فيجي بيوصل لأمه وبيطمن عليها وبيعرف إنها بخير وبيكون فرحان، وبعدها بيروح للكافيه اللي كانت حبيبته شغالة فيه وعمال بيدور عليها ما بين الناس ودايما سرحان وبيفكر فيها. وساعتها بيشوف الأخبار وبيلاقي مهندرا قدامه وبيقول إن بنت أخوه لسه مخطوفة، ولما بينزلوا صورتها بيتفاجئ إن حبيبته هي سامكتا، وبيستغرب البنت اللي معاه كانت مين. لا وكمان بيعرفوا إن هو اللي خطفها، وبيكون في حالة ذهول ومش عارف يتصرف إزاي. وبعدها بيقابل عسكري من القسم وبيقول له الشرطة راقبت حركة الفلوس وعرفوا إنها اتدفعت في المستشفى والأوامر صدرت بالقبض عليك. وفيجي بيسأل نفسه ليه البنت استغلت اسم سامكتا، وبيفتكر العصابة لما قالوا إنهم من منطقة فيزاج، ولما بنروح لهم بنلاقيهم عمالين بيرقصوا ويغنوا، لكن بيكتشفوا إن فيجي موجود وواقف قدامهم. وساعتها بيكونوا على البحر وهم خايفين وبيفضل يضرب فيهم وبيسأل زعيمهم عن البنت، فبيعرفوا عنوان الشقة اللي قابلتهم فيها، وبيكتشف إنها نفس الشقة بتاعت حبيبها، فبيقرر يروح للمكان ويسأل عليها. ولما بيضرب الجرس بيلاقي واحد غريب والشقة كانت مقفولة طول الأسبوع اللي فات، فبيكون متفاجئ جدا ومش فاهم حاجة. ومن ناحية تانية الظابط بيروح لمهندرا وبيسأله ازاي سامكتا كانت غنية وبتشتغل في كافيه، فبيقول له بعد ما خلصت تعليمها حبت تبني شخصيتها من الأول وتتعامل مع الناس وبعدها تمسك شركتها، وأنا كنت دايما بدعم قرارها. والظابط بيقول له في حلقة مفقودة ولازم يلاقيها. وتاني يوم الشرطة بتروح لمكان جريمة وفيكرام وأهله بيوصلوا لنفس الموقع وبيكون في جثة قدامهم ولازم يتعرفوا عليها. ولما فيكرام بيكشف وشها بيقول إنها مش سامكتا، وفيجي بيكون واقف ما بين الناس وبيتفاجئ إنها البنت اللي ضحكت عليه. والظابط بيدي التعليمات وساعتها بيتخيل إنه شاف شكل فيجي في المكان، ووقتها بيلاقيه قدامه وبيطلع يجري وراه وعايز يمسكه، وهو بيحاول يهرب منهم علشان محدش يقبض عليه، لحد ما بتوصل له عربية وبيركبها بسرعة وبيسيب المكان ويمشي. وبنكتشف وقتها إنها فيشنا صاحبة سامكتا في الكافيه، وبتحكي له لما انت بدأت تهتم بيها وعرفتها على امك وخرجت معاها في كل مكان، انا وهي اتفقنا نكدب عليك ونقولك انها اتجوزت علشان نتأكد من حبك ليها، وفي اليوم ده شفناك وصلت الكافيه وانا بلغتك بخبر جوازها وانت اتضايقت جدا وهي كانت مراقباك، وساعتها اتأكدنا من انك بتحبها. ولما بيجي الليل سامكتا كلمتني في التليفون وكانت في المول وعرفتها اني هسافر، ومن يومها ومش عارفه اوصل لها، فبيقرر ياخدها وبيروحوا للمول وبيدخلوا غرفة الكاميرات وبيقدروا يشوفوها قدامهم وبيراقبوا كل تحركاتها لحد ما بتوصل الجراج، وبنكتشف انها البنت اللي اتخطفت اول الفيلم، وبيقدروا يوصلوا الرقم العربية بكل سهولة. ولما بيكون ماشي بيلاقي امه في القنوات الاخبارية وبتطلب منه ما يسلمش نفسه غير لما يثبت براءته، وهو بيبص لها وبيكون متضايق جدا. وبعدها بيركب العربية وبيتبعت له رسالة بعنوان الخاطف، وفعلا بيروحوا للبيت بتاعه بسرعة، واول ما بيوصلوا للمكان بيفضلوا يدوروا فيه وللاسف ما بيكونش لسامكتا اي اثر، لحد ما بيدخلوا اوضه وبيتفاجئ اول ما بيشوف صوره الخاطف، وبيقول ان ده الشخص اللي انا انقذته من الحادثه، وتليفونه كان بيرن ولسه لحد النهارده معايا. وبالصدفه بيرن تاني وهم واقفين وبيبص للرقم وبيكون في حاله صدمه، وبيفتح عليه وبيسمع واحد بيزعق للخاطف علشان ما موتش سامكتا. ووقتها فيجي بيكتشف مين اللي بيكلمه، وساعتها بنتفاجئ انه فيكرام وبيساله ازاي عرفتني، فبيقول له التليفون اللي في ايديك هو اللي انا خليتك تبدله لما كنت في المول وخدت منك النص مليون. وبيقول له انت شفتني انا وسامكتا بنقرب من بعض فقررت تسرق املاكها واتفقت مع قاتل علشان يموتها، وخليته يروح للمول وقدر يخطفها، وبعتلي لافانيا ومثلت عليا انها سامكتا، وخبطت امي بالعربيه علشان احتاج لفلوس العمليه، واول ما شفت جثه لافانيا بنت عليك الصدمه. وفيجي بيهدده بانه هينتقم، وفيكرام بيكون متضايق وبيكسر التليفون، فبيقرر يروح المستشفى وعايز يخطف امه علشان يموتها. وقبل ما بيدخل اوضتها بيلاقي الخاطف قدامه بالصدفه، فبيسيطر عليه وبيساله على سامكتا، فبيقول له انا اللي كنت عايز اموتها لكن قدمت لي عرض ب10 مليون مقابل ان اسيبها تعيش، وانا وافقت وخليتها تمسك اللاب وتبدا عمليه تحويل المبلغ، وكتبت لها رقم حسابي الخاص. ولما سبتها علشان اكلمها
قدامك وامرتني اموت لافانيا، رجعت لها تاني وقررت اخلص عليها، لكن اكتشفت انها استغلت عدم وجودي وحولت كل فلوسي لحسابها، وكان لازم اسيبها عايشه لحد ما ترجعهم لي من تاني. وبعدها ركبت العربيه ورحت للمكان اللي كانت لافانيا واقفه فيه، واول ما اتاكدت انها هي دوستها وحاولت اتخلص منها، ونزلت اتاكد انها فقدت الحياه لكن خبطتني بالطوبه، فمسكت المسدس وضربتها بالنار وماتت. ولما كنت في الطريق للاسف الاصابه اثرت عليا وعملت حادثه بالعربيه بتاعتي. وبنرجع للوقت الحاضر وبيستخدم تليفونه وبيثبت لفيكرام ان ساميكتا لسه عايشه وموجوده في غرفه سريه، والاكسجين قرب يخلص من الاوضه اللي محبوسه فيها، وساعتها فيكرام بيقرر يقتله. ولما فيجي بيروح المستشفى علشان يوصل للخاطف للاسف بيلاقيه مات، وبالشكل ده مش هيقدر يوصل لساميكتا. وفيكرام بيكلمه في التليفون وبيبلغه انه عارف مكان حبيبته ورايح علشان يقتلها، لكن اول ما بيدخل الاوضه بيلاقيها فاضيه ومتضايق جدا وبيكسر كل المكان. وبنتفاجئ ان ساميكتا موجوده في العربيه جنب فيجي، وبيفتكر لما دخل البيت كان موجود انابيب اكسجين كتيره وتوقع ان في غرفه سريه في البيت ومحدش شافها، فبيرجع تاني للمكان وبيفضل يدور على الاوضه وعايز يوصل لها باي طريقه، لحد ما بيعرف المخبأ السري ليها وبيكسر الباب بسرعه وبيلاقي ساميكتا موجوده قدامه. ولما بيكونوا في العربيه فيكرام بيكلمه في التليفون وبيعرفه انه خطف امه، فبيروح لمصنع الاسمنت اللي موجود فيه. واول ما بيدخلوا المكان بتخبطهم عربيه وعايزين يموتوهم وبيكونوا فاقدين للوعي تماما. وساعتها فيجي بيفوق وبيكون متكتف ومش عارف يتحرك، وبيلاقي حبيبته قدامه وامه عماله بتعيط، وفيكرام بيهددهم كلهم بالموت وبيقرر يقتل ساميكتا علشان ياخد فلوسها، لكن فيجي بيقدر يفك نفسه بسرعه وبيبدا يضرب فيهم وعايز ينتقم منهم على كل حاجه عملوها معاه، ومحدش قادر يقف قصاده او يسيطر عليه، لحد ما بيوصل لفيكرام في الاخر وبيستخدم كل قوته وبيخليه ضعيف جدا قدامه، وبعدها بيوقعه من فوق ارتفاع عالي، والشرطه بتوصل المكان وبتقبض عليه. وبعد فتره ساميكتا بتستلم كل شركات ابوها، وهي وفيجي بيتجمعوا وبيكملوا حياتهم مع بعض. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس، واستنونا في فيلم جديد.